السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، واهلا بيكم وفيديو صباح جديد وصباح الدايت. وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، العيد والضاني والحلويات والكلام الكبير اللي عملناه اثناء العيد. نعمل ايه بعديه عشان ندخل في مود الدايت تاني؟ هل احنا كده بوظنا الدايت او بوظنا النظام الغذائي اللي احنا بنعمله عشان نظبط جسمنا او صحتنا، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ عايزه اقول لكم انه ساعات بنحكم غلط ان احنا بوظنا النظام الغذائي، لان احنا دايما بنقارن اللي احنا بناكله حاليا بالدايت، مش اللي احنا بناكله حاليا باللي كنا بناكله قبل كده، واللي ممكن يكون كان تبويظ فعليا قبل بدايه النظام الغذائي. فاول حاجه ممكن يكون اصلا حكمك غلط، ولنفترض بقى ان حكمك مش غلط وانك عكيت الدنيا وعملت عمايل فظيعه في الاسبوع اللي فات. هتعمل معايا 4 حاجات. الحاجه الاولانيه، هتهدى خالص وهتبدا. ما انت لازم تبدا، لان الدخول في دوامه انك انت بوظت فخلاص بقى كمل تبويظ وان انا فاشل وان انا كده خلاص ضيعت كل اللي عملته، دي غلط غلط غلط. ودي من اهم اسباب دخولنا في اليو دايتنج، ان انا افضل اعمل النظام واطلع منه واقعد فتره طويله براه وبعدين اعمله واطلع منه وهكذا، وده بيأثر دايركت او بشكل مباشر على الحرق. يبقى نركز ونبدا ونهدى خالص، لان ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا، جسمنا اتملى بقى ميه واتملى املاح واتملى حاجات كده فيها لخبطه، فمحتاجين نعمل تنقيه للجسم عن طريق الميه. شوفوا ابسط حاجه وارخص حاجه، لازم على الاقل نشرب 2 ل 3 لتر ميه يوميا، خصوصا في الجو الحر ده. نحاول ان احنا نربط الميه بعاده يوميه بنعملها، يعني نحتسبها عباده وهي الصلاه او سماع الاذان او حتى الاكل نفسه، من كوبايه لكوبايتين، ونحاول نوصل ل 2 لتر يوميا من النهارده. خلاص يبقى هنشرب ميه. الحاجه الثالثه، هنعلي البروتين وهنعلي الفيجز او الخضار في الطعام. نحاول على قد ما نقدر عشان البوتاسيوم اللي في الخضار يعادل الصوديوم اللي عالي مع اللخبطه. وفي نفس الوقت لما نعلي البروتين ونقلل النشويات شويه، جسمي هيبدا يرجع تاني لمود الدايت. يبقى ممكن نبتدي نقلل النشويات او نقلل حصصنا من النشويات خلال اليوم، وممكن نعمل الكارب سايكل، اليوم ناكل نشويات ويوم ما ناكلش نشويات. اخر حاجه، نعمل رياضه، وناخد بالنا بقى ان في ناس بتموت نفسها في الرياضه بعد التشيت ميلز او بعد التشيت دايز، الايام اللي بيلخبطوا فيها. غلط. الرياضه العنيفه بتعلي الاسترس او الضغط العصبي في الجسم، فهتخلي جسم حضرتك يرفض انه يحرق هو كمان. تبقى مقلل اكل ومعلي رياضه قوي عشان تعوض اللي فات، صدقني مش هيجيب معاك نتيجه ومش هتخس. انت محتاج تعمل مودريت انتنسيتي سبورت او رياضه متوسطه الشده، او تبادل المشي بالجري على قد ما تقدر كل يوم، وافضل وقت قبل الفطار، ده طبعا للناس الاصحاء. يبقى هنهدى ونبدا، هنشرب ميتنا، هنعلي البروتين والفيجز او الخضار، ونقلل شويه النشويات في الطعام لمده اسبوع مثلا. والحاجه الاخيره، هنعمل مودريت انتنسيتي سبورت. ده هيدخلنا في مود الدايت تاني، ومن بعدها نرجع لنظامنا الغذائي. دونت بانيك يا جماعه، محدش يفزع ان هو بوظ الدنيا. انتوا بني ادمين، عاملوا نفسكم بانسانيتكم، وبطلوا تعاملوا نفسكم على انكم الات وتحكموا على نفسكم وتعلوا الاسترس او الضغط العصبي، فتطلعوا بره مود الدايت وتلاقوا نفسكم مش عارفين توصلوا لاي حاجه. افتكروا كلامي، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ويلا نبدا بعد العيد، واوعدكم هنزل لكم ان شاء الله دايت قريب جدا، يكون البروتين فيه عالي شويه وفي كارب سايكل. اشوفكم على خير وصباحكم زي الفل.